تاكل ايه لو انت نازل اسكندريه يوم صد رد؟ هنشوف فيه اكتر من حاجه، ويلا بينا نشوف جولتنا النهارده. قول يا دوحه. اهلا بيكم في جوله في اسكندريه. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا ما اسكندرية. ينفعش تروح اسكندرية من غير ما تاكل عيش باللحمة. عيش باللحمة في اسكندرية وهو مشهور جدا عندهم، ومن أشهر الناس اللي بتعمل عيش باللحمة هو محل وادي النيل. العيش باللحمة عندهم مختلف. مش وادي النيل واحد بس، سيدي بش ميامي شارع خليل حماده جنب مستشفى الخليل. مختلف في اسكندرية، بيعمل لك العجينة واللحمة وكل حاجة، حبيبي يا عم ناصر، وحجمه زي ما انتوا شايفين كده. عيش باللحمه او الحواوشي المشهور عندهم في اسكندريه اللي هو عيش باللحمه، اللي هو حواوشي يعني في القاهره، وعندهم بالسجق برضو. هل فعلا طعمه مختلف عن القاهره ولا لا؟ يعتبر وادي النيل من اشهر الناس اللي موجوده في اسكندريه. هنا مكانه في سيدي بشر، اسعاره في المتناول يعني مش اوفر برايس. اتكلم في مثلا الرغيف 65 جنيه. يلا بينا نشوف الطعم. عاجبني الاحترافية بتاعتهم، وكمان بيطلعوا الحاجة بأحسن جودة، وده اللي بيميزهم بالزحمة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين حجمه؟ انا مش عارف اوريكم الحجم، ما شاء الله عليه. سجق مليان يعني ما شاء الله، الحشو مليان. كل ده كده ب 65 جنيه بس. بسم الله. يعني بصراحة يستاهل. تتبيلة كده مع السجق جامد. تاني حاجة بقى وهو حواوشي اللحمة، زي ما انتم شايفين الرغيف ما شاء الله يعني كبير. شوف بقى طعم اللحمة نفسها. بسم الله. لا بصراحة يعني اللحمة حلوة في التتبيلة، مليان لحمة مش مليان بصل أو كده. من أحسن الناس اللي بتعمل عيش بلحمة هنا في اسكندرية. شوف بقى المطعم اللي بعده ويلا بينا. مولد يا سادة من فريسكا السعادة. فريسكا السعادة عندهم منتجات كتير جدا، وهنشوف بيقدموا لنا ايه في الفيديو ده. جايين نحلي بقى عند فريسكا السعادة. فريسكا السعادة فاتح في اسكندرية بقاله فترة بصراحة، يعني بدأ من الصفر أو ممكن كمان من تحت الصفر، والهاشتاج بتاعه أمي أكسجين حياتي، وده ممكن يكون من سر نجاحه. كنا زمان بنسمع عن الفريسكا العادية، ولكن انك تحشيها شوكولاتة وحاجات بأحسن كواليتي وأحسن خامة، ده اللي جديد عندهم. عندهم كيت كات ممكن يحط لك وعليها الصوص الشوكليت، وكمان عندهم أكتر من برودكت زي ما انتوا شايفين كده. مش كده وبس، كمان عنده البانكيك زي ما انتوا شايفين كده، وكمان بيكون حجمها تحفة، وغير الصوص اللي بيتحط لك عليها. وكمان بقى مش كده، عندك الوافل الفور سيزون اللي هو عبارة عن 4 حاجات، 4 صوصات مختلفة، سواء كان الشوكليت أو اللوتس أو الوايت شوكليت، وكمان الكراميل. البانكيك كمان بيغرقها لك زي ما انتوا شايفين كده، وده اللي بيميزهم. هو عنده اكتر من ايتم، يعني بيقدم لك اول حاجه طبعا الوافل بان كيك، عندك الوافل ستيك، الفريسكا اللي مشهور بيها، والميلك تشيك. طبعا في ميلك تشيك بانواعه بقى. هنجرب بقى انا وعلوه اول حاجه مع بعض الفريسكا. عنده طبعا الفريسكا كذا حاجه، نوتيلا، وايت صوص، تشوكليت، حط بقى جواها هوهوز، مندولين، الكلام ده هو كله. صح هيجرب يا فريسكا علوه؟ وانا هجرب وافل ساندوتش. اه. عنده برضو الوافل ساندوتش، وريه لهم برضو زي ما الناحيه التانيه عشان هو كده مش باين. من ناحيتين كده باين. ايوه. انت فاكر السوس هنا وين؟ يلا بس. واحد اتنين تلاته. بسم الله. مم. لا جامد. عشان ايه بقى؟ حاطط لك مورو والشوكولاته بقى ومغرقه صوص كده جامد. ده عندك ده اسمه ايه؟ اه. اوفل. اوفل ده ستيك. الوافل ستيك. حط طبعا الوافل ستيك طبعا، ويحط عليه صوصات. هنجرب بقى تاني حاجه معانا، وهي ايه بقى؟ البانكيك عنده جامد يا جدعان والله. جدعان الراجل ده جاي يجرب بس. الكبده دي 100 100. اعلى حاجه عنده والله الخامات عنده كواليتي عالي قوي. بصوا البانكيك طعمها، وغير بقى انها كبيره يعني، بص حجمها. دوق بقى الطعم بقى معانا. بسم الله. مش جاي ادوقك، قول الطعم. جامد ده يا جدعان. وايت شوكليت، الشوكليت، اللوتس، جامد. واسعاره حلوه قوي والله. انت عندك حاجه زي الفريسكا دي بتكون من 35 ل 40 جنيه معظمها.
في حاجات ب 20 و25. فانت متخيل السعر؟ فلا، بالخامات دي جامده قوي. اخر حاجه بقى عنده الوافل ده، زي ما انتم شايفين كده، اللي هو بيبقى فور سيزون، اللي هو 4 قطع في بعض. بس انا والله ما قادر اجربه، هو كده كده ما شاء الله بتبقى جامد قوي، بس السكريات هتبقى كتير قوي قوي. بصراحه كل حاجه والله العظيم فعلا يستاهل. كمان عنده الميلك تشيك بكذا فليفر تحفة زي ما انتوا شايفين. عايز بقى تتغدى، اول حاجه عندك هي كبده الحرش. من اشهر الناس اللي موجودة في اسكندرية وهو كبدة الحرش، وعنده اكتر من فرع وبيميز الكبدة بتاعته. كبده معروفه، الكبده الاسكندراني معروفه جدا في اسكندريه، بس مش اي حد بيعرف في التكنيك بتاعها. فانت عندك اكتر من اوبشن، عندك اكتر من اختيار. الفلاح الحرش من الناس المعروفه، عندها اكتر من فرع في اسكندريه، زي الفلاح معروف جدا برضو. فده اللي بيميزه برضو، والكواليتي بتاع الاكل بتاعه. فهنشوف بقى الكبده الاسكندراني خصوصا عند الحرش، ويلا بينا. كمان طعم الكبدة نفسها بيكون مختلف تماما من غير ما يحط اي اضافات، وده المميز في اسكندرية وخصوصا عند الحرش. وزي ما انتوا شايفين شكل السندوتش. هنبدأ بقى كبدة الحرش معانا، وهو يعني ما شاء الله من الفروع المعروفة في سيدي بشر، وعندهم 8 فروع، والثامن ان شاء الله يكون في القاهرة قريب. والسندوتش ب 17 جنيه ونص زي ما انتم شايفين كده، الحجم حلو قوي. وكمان يعني الكبدة نفسها مش مفرولة ولا قطع صغيرة، الحتة نفسها القطعة كبيرة. ده غير كمان ان هي بقى يعني هنشوف الطعم بتاعها معانا. شوف بقى الطعم معانا كده، بسم الله. جامدة أوي ما شاء الله. بصراحة التتبيلة نفسها حلوة، طعم الكبدة باينة، مش محتاجة أي إضافات، مش محتاجة أي حاجة. بصراحة الكبدة نفسها طعمها حلو بالتتبيلة بتاعتها. هو الرغيف عندكم بكام؟ ب20 ولا بكام؟ عشان لما أجي أقول السعر مثلا. انت فاهم كويس ولا ايه؟ بقول لك الرغيف بكام عشان لما أوصله. فاهم كويس؟ بدأتوا من أحلى- إمتى بقى؟ انا بنبدأ من الساعة 11 الصبح لحد الساعة 1 2 بالليل. فتحت الساعة كام النهارده؟ ماشي، أنا قصدي برضه بدأتوا يعني لا من زمان قوي، ايه مش عارف اقول ايه. بقاله بتاع 25 سنة كده. نجرب بقى. ماتش مع حريري 2-0 لمصر، تكمل على خير ان شاء الله. بوظوا الاحتفال الله يسامحهم. عارف يعني ايه انك تجيب جون وبعد كده تجيب التاني ويتلغي وتجيب تاني؟ يعني انت يعني حاجه ما تصدقش، حاجه يعني خرافه بجد يعني. بس وده كان فيديو النهارده. مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. شوف كل جديد وقول يا دوحه.